اخيرا جات لي الرينج لايت اخيرا الحمد لله. بصوا القديمه عملت ازاي، كانت عامله ازاي، والتانيه برضو مكسوره. انا قعدت ان انا حاولت ان انا اصلحها وكده، ففكيت الاطار ده فما اتصلحتش، باظت اكتر. كل مره بنسى بتتركب ازاي. احنا نبص على العلبه عامله ازاي ونقلدها بالظبط، بس هي سهله يعني مش حوار. بعدين ده الكابل، ده الجزء بتاع الموبايل، وده الريموت. احلى حاجه ان فيها ريموت. مش عارفه دي بتاعت ايه، هي تقريبا ملهاش لازمه. ده الجزء بتاع الوصله بتاعتها، تركب كده. السلك بتاعها ما شاء الله طويل يعني حلو قوي. بقى الاسكار دي جبتها للتلاجة، حلوه قوي. عايزه احطها على التلاجة بس بعد ما يعني المعها وكده. وعايزه اجرب معاكم ده. هو الرينج لايت جبتهم مع بعض، هو بيعمل الرغوه بتاعت النسكافيه، عايزين نجربه مع بعض. انا كان عندي كهربائي وباظ بسرعه جدا، فجبت ده بقى على الله يعمر معايا. تمام. عايزين بقى ايه، نسخن اللبن لان لازم اللبن فيه بيبقى سخن. هو كده شكله اهو. انت بتحطي اللبن هنا، تمام. هو قطعتين دي ودي، وبنضغط بقى كده رايح جاي رايح جاي، فبيعمل للبن رغوه بتاعت النسكافيه. تمام. وبتعملي بيه برضو القهوه او الاسبريسو. تمام. هنعرف ازاي دلوقتي حالا. عايزه اكلمكم بصوا في اكتر من 6000 موضوع، وقعدت كده افكر بيني وبين نفسي، فلقيت نفسي لا انا ماليش نفسي اتكلم في الحاجات اللي انا كنت محضراها. قلت لا انا اسيب الفيديو ده اتكلم فيه براحتي كده وفضفض براحتي، لان من الفيديوهات اللي بحبها الحاجات اللي الكلام اللي ببقى انا مش مجهزاه. تمام. المهم في الاول كده قبل ما نتكلم في اي حاجه هوريكم بقى بنجرب المكنه بتاعه الفوم دي بتاعه اللبن والنسكافيه. بصوا خطيره، ما كنتش اعرف ان هي حلوه كده. انا قابلتها في اماكن كتير جدا عايزه اقول لكم، بس يعني ما كانش بيجي في بالي. قلت لا دي اكيد خدعه ومش حلوه، وكنت دايما ايه اللي هو بفضل المضرب الكهربائي، والمضرب الكهرباء باظ مني اصلا. لكن بصوا ده عمل في اقل من 5 ثواني عمل لي رغوه للبن حلوه قوي قوي. بصوا انا اصلا حطيته في مج ازاز عشان تشوفوا كميه كل دي اصلا وش للبن رغوه رهيبه. بصوا اللي تلاقيه في اي مكان تشتريه وهي مغمضه، وخصوصا اللي بتحب تعمل رغوه النسكافيه. هو ثمنه تقريبا 135 جنيه، طبعا بيختلف من مكان لمكان لكن يعني بيبقى في الحدود دي. تمام. قمت بقى اشوف المطبخ لان انا جوزي واقف على البوتاجاز يعمل قهوه، فلا البوتاجاز مش نظيف. بصراحه اداني كلمتين كده حلوين، قال لي بصي روحي شوفي الستات بيعملوا ايه، وروحي شوفي المطابخ بتاعت الستات تفتح النفس. وانا بصراحه سكت لان حسيت ان عنده حق. انا بقالي كتير راكنه المطبخ. بصوا هوريكم الرغوه حلوه ازاي ولسه قاعده معايا. بس فلما قال لي الكلمتين دول انا زعلت. هو شافني ان انا زعلت كده وراح قال لي ايه، قال لي لو نظفتي ورتبتي ونظمتي المطبخ وكده وغسلتي البوتاجاز غسله محترمه وهاجي انا بنفسي اشيك عليه هخرجك بالليل بقى. تمام. قلت انا بقى ايه يعني بصراحه اتحمست قوي. قلت يلا بينا بقى نعمل روتين كده حلو للمطبخ. فقومي بقى معايا واعملي اي روتين صغنن كده المطبخ بتاعك ينظفه كده وينظمه، خصوصا لو انتي زي كده وايه وسايباه بقالك فتره. تمام.
ابتديت ان انا المع كل حاجه، بس الاول لمعت الصينيه بتاعه الكوفي كورنر اللي انا يعني بصوا انا عماله اقلل فيها المنطقه بتاعه القهوه دي لحد ما خلاص بقى ما بقتش حاطه فيها اي حاجه، لان من وقت للتاني بحب اغير في الشكل، فاهمين؟ المهم بقى لمعتها كويس وغسلت المكنه بتاعت الفوم دي وحطيتها، وحطيت برطمان القهوه وايه، ويعني ايه خليت المنظر بسيط قوي كده. تمام. بعدين دخلت بقى على ايه الرخامات. انا اكتر حاجه بحب المعها وابدا بيها الرخامات علشان احس ان انا خلصت بسرعه. خلي بالكم انا عندي الدنيا جوه الضلف نظيفه دايما، بس هي دايما بتبقى عايزه تترتب، لان انا دايما في الحته دي مش منظمه، يعني اللي هو ايه باخد الحاجه مش بحطها مش برجعها مكانها دايما. فجوه الدولاب بتبقى الدنيا نظيفة بس مش مترتبة، فاهمين؟ فبتحتاج ان انا ارتبها. طبعا برتبها مثلا قبل الفيديو، لان الفيديو ده هياخد وقت كتير جدا، فبحاول ان انا اعمل حاجات وما بصورهاش، لكن الحاجات اللي بتستاهل تصوير مثلا او الحاجات اللي هتنجزني فبصورها. بس فانا ايه بنضف وبلمع كل الحاجات اللي بديكم منها افكار على الرخامه وكده. خدوا بالكم الحاجات دي بتفرق قوي في المنظر العام فعلا في المطبخ، لان بيبقى فيها تراب انت ممكن ما تلاحظوش، لكن لو حد مثلا وقف في المطبخ وشاف التراب ده وبيبقى الحيطان كده بيبقى ايه حوالين البوتاجاز بالذات بيبقى عليها دهون وحاجات كده مصفرة، فلازم تلمع من وقت لوقت. وما تقوليش الحاجات دي بعيدة عن البوتاجاز، خصوصا انا البوتاجاز بتاعي على الرخامة، فبيبقى دايما ايه الحاجات اللي يعني اللي على الرخامة نفسها بيبقى طايلها دهون كتير. المهم بقى دخلت على البوتاجاز ده اللي جاب لي الكلمتين الحلوين اللي انا اخدتهم من جوزي. المهم فدخلت عليه بقى وجبت كيس كبير، والحركه دي بعملها دايما لما تبقى الحوامل مش نظيفه، تمام، والعيون وكده. بحط الكيس الكبير ده وبحط فيه كل الحاجات بتاعه البوتاجاز، الحوامل والعيون وكده. وبتجيبي بقى اي حاجه بتاعتك اللي انت بتستخدميها مذيبه للدهون، وتبداي ترشي على كل جزء فيه في الحوامل كده جوه الكيس، تمام. اهم حاجه تتاكدي انك انتي رشيتي كل حاجه جوه الكيس، تمام. الكيس ده بقى فايدته ايه؟ فايدته ان هو بيسخن الجو على الحوامل والعيون، تمام، وبيجيب نتيجه احلى، تمام. وفي نفس الوقت ما بتبقيش بهدلت الدنيا حواليكي. وسيبيهم بقى ساعه اتنين تلاته، انا سبتهم يعني بصوا لما خلصت المطبخ خالص ابتديت ان انا ايه بغسلهم بس تحت الحنفيه كده، ما بيبقاش فيهم بقى اي حاجه. بس ورشيت على البوتاجاز كمان. بصوا انا عندي سترس هنا هو اللي استخدمته، بس انا مش دايما يعني بستخدم سترس علشان هو بالنسبه لي ضعيف. يعني انا سترس بالنسبه لي ضعيف، انا بحب اشتغل بباور او ماجيك او لاستر. لاستر اخر حاجه استخدمتها فظيع فظيع فظيع، بس هو كان خلصان من عندي، يعني للاسف ايه رجعت ان انا استخدم حاجه احتياطي موجوده عندي هو سترس بيعمل مفعول مش بيعمل، بس مش في قوه لاستر ومش في قوه الماجيك او بلاور، تمام. باور. باور وماجيك دول للافران للبوتاجازات الحاجات اللي هي يعني الدهون اللي فيها شديده شويه. بس بقى ابتديت ان انا انزل كل حاجه على الرخامه اللي جنب الحوض. ودي كمان في حاجات بتبقى دايما يعني بحسها ان هي ايه فيها دهون وبتبقى فيها اتربه كتير، فاهمين؟ وبيبقى فيها كده تلطيش يعني، تمام. بص هو في العموم انا اي حاجه على الرخامات ظاهره كلها بلمعها، وبلمعها بايه؟ يا اما بقماشه بحط عليها شويه صابون مواعين وبغسلها بشويه ميه سخنه وبلمعها، يا اما بقماشه شويه ميه بس مش اكتر، يا اما قماشه. واي عندك عارفين انتوا الملمع بتاع الازاز الجلاسي هو ده اللي انا بستخدمه، تمام. بدخل بقى على الحوض وبديله غسله نظيفه، علشان الحوض ده من اهم الحاجات اللي فعلا بتراكم فيها بتراكم فيها يعني وبتبقى ايه بتبقى مش نظيفة، فلازم تدعكيها دعكة حلوة. انا بدعكها هنا بالبودر بتاع ليم، لو ما عندكيش زي ما قلتلك في الفيديو اللي فات ورقة بيكنج باودر، عارفين بيكنج باودر بتاعة الكيكة، بس وبعصر عليها نص ليمونة وبنزل دعك في الحوض بيديني نتيجة احسن من اللي انتوا شايفينها دي. والله بيديني نتيجة فعلا احلى من اللي انتوا شايفينها دي، بيخلي لمعة غريبة، بيخلي لمعة غريبة في الحوض، تمام. ما عندكيش في بيكنج صودا، تمام، وشوية خل وبتلمعي الحوض او عصرة ليمونة، اي حاجة من دي بتلمع الستانلس تلميعة نظيفة قوي قوي قوي. بصوا البتاعة دي اشتريتها المنظم بتاع الحوض. بس انا يعني بصوا مش عارفه حساها هي حلوه قوي، بس زحمت لي الحوض، خصوصا انا حاطه كذا حاجه على الحوض، تمام.
لكن هي حلوة ان هي بتصفي الليفة بتاعة المواعين، وممكن تشيل معاكي اي حاجة تانية مثلا بتحبي ان انت تنظميها، هي شكلها كمنظم حلو. خلوا بالكم البتاعة اللي طالعة دي ان انت بتنشري عليها الفوطة بتاعة المطبخ. نيجي بقى البوتاجاز، تمام، بدعكه كده بالفرشة. وانا عند المنطقه بتاعه الاشعال الذاتي هي اللي بتبقى مليانه دهون ومتكدسه بالدهون، وبتبقى لازقه، فاهمين؟ اللي هي بتبقى تحت العين مباشره، بتبقى مغطيه العين، فبتبقى الدهون مش باينه. الحركه دي بعملها، بجيب ميه سخنه لما يكون في حاجه ناشفه، مش دهون بس، هي حاجه ناشفه زي القهوه مثلا فارت مني كذا مره، فبعملها بالميه السخنه. نجيب بقى كلين، ده اللي انا ما بستغناش عنه في تلميع الاستانلس، بلمع بيه البوتاجاز بيديني لمعه روعه روعه، تحفه تحفه تحفه. بلمع بيه اوقات الاستانلس، وبلمع بيه الحوض، بس بستخسره قوي يعني، اللي هو مش عايزه العلبه تخلص. هي يعني سعرها ما بين 35 ل 45، بس انا بصراحه بحبها، وساعات كتير ما بلاقيهاش، بلاقيها شحه في السوق، فبحافظ عليها قوي، فبخليها البوتاجاز بس، يعني فاهمين، مش بستخدمها للحوض كتير يعني. يجي بقى للتلاجة، مسحتها من بره، يعني انا المفروض ان انا كنت عايزة انظمها من جوه، بس اللي هو قلت اما اشوف بقى هيبقى عندي وقت وطاقة ولا لأ، لان هي من جوه عايزة تتنضف وتتلمع وتترص من جديد. بس انا قلت المها دلوقتي واشوف بقى عندي وقت وعندي نفس وطاقة ان انا اشتغل تاني ولا لأ. تمام، جبت الاسكار بقى، لقيتها ان هي مغناطيس مش دبل فيس، قلت كويس قوي قوي. علشان بس ما يعني ما فيش حاجة تلزق في التلاجة، ولو انا عايزة اشيلهم يتشالوا بسهولة. بس كان شكلهم حلو قوي، وادوا كده التلاجة شكل ومنظر حلو قوي قوي. تمام، فيها كل الافكار اللي انت ممكن تقوليها وانت واقفة في المطبخ. والحمد لله الحمد لله لقيت عندي شغف لسه ان انا عايزه اشتغل. تمام، ولقيت ايلا نامت والجو هادي خالص، والدنيا هص هص، وانا وانت يا حبيبي ونجوم الليل وبس. فقلت ايه بقى؟ قلت انظم التلاجة بالمره، علشان ايه؟ يبقى كده الواحد عمل المطبخ كله وما فيش اي حاجه فيه، والواحد كده نفسه تتفتح لتاني يوم لما يقف يعمل اكل وكده. تمام. التلاجة يعني إلى حد ما كانت نظيفة، بس فيها حاجات كانت مش متنظمة، وفيها حاجات كانت عايزة تتشال من علب التلاجة وتتغسل وكده. فايه او فلمعتها يا دوب. تمام، لمعتها بالملمع بتاع كلين ده بتاع الميكرويف والتلاجة، ريحته حلوة وبيدي نتيجة حلوة قوي قوي للتلميع اليومي. بلمع الباب من بره ومن جوه، الحوافي بتاعت التلاجة، يعني الحاجات ايه اللي دايما بتبقى طايلها الايدين وبتلطش بسرعة. بصوا الحركة دي حلوة، بس ما تعملوهاش، انا بعملها بالسكينة. بدخل الفوطة كده وبمشي على الجلدة اللي هي من فوق دي البلاستيكية، بتطلع لي كل الحاجات ايه اللي جوه دي. تمام، ما تعملوهاش لانه ممكن انتوا يعني التلاجة تتخرم منكم، بجد هتتخرم منكم بالسكينة دي، فاهمين؟ وهي بلاستيك، فهي عايزة حرص شديد جدا جدا. هنا الجزر اللي انا اشتريته مع البسله، عايزه اقول لكم اشتريته يعني كان في نفس اليوم اللي كان جات لي فيه البسله، بس ايه، الجزر بيستحمل، يعني انا قعدت ركناه اقل من اسبوع بحاجه بسيطه يعني، ممكن 5 6 ايام بجد. فرحت ايه بقى، جبته، رحت ايه خرطته كده، قطعته قطع صغننه قوي وللبسله. تمام، وقطعته كمان طرنشات كده، اللي هي دوائر دوائر لصواني البطاطس مثلا. لو هعمل عصير برتقال بالجزر، يعني قطعت ايه الحاجتين، بحيث ان انا محتاجش ايه ما يبقاش عندي وقت ان انا اقطع في رمضان وكده، تبقى الحاجة جاهزة. تمام، جبت بقى الجزر اللي هو القطع الصغننه، غسلته قوي وصفيته كويس، وبعدين عبيته في الاكياس بالشكل ده. آه، جبت الدباسه علشان ادبس، وللاسف اتكسرت مني، يعني كنت مجهزه الدباسه علشان ادبس، حتى لو كل كيس كده دبوس من فوق علشان ما يتفتحش مني، بس للاسف 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 اتكسرت مني وانا بشتغل بيها. فقلت مش مشكله، مفيش حاجه توقفنا طبعا. بقيت ان انا ايه اتني الكيس كويس جدا، بحيث ان ايه ما يتفلتش بسهوله.
جبت بقى كل حاجة في التلاجة عايزة ايه. لو في شوية فراولة عندي كمان كنت مشترية جوافة وكنت ركناها، فايه بقى قطعتها تمام وضبطها كده ان انا قطعتها حطيتها في علبة التلاجة، بحيث تبقى جاهزة لو انا هعمل عصير او ان انا هعمل ايه، او ان البنات ياكلوها كده تمام. وقطعت برضو الجوافة. المهم يعني نضفت التلاجة واللي هو ايه رصيت كل حاجة مكانها. ودايما ايدك يعني دايما زي ما قلت قبل كده تبقى في الخضار وكده، او عندك فاكهة تبقى فيها، علشان لما في حاجة بتبوظ بتبوظ الباقي تمام. فانت لو عايزة ان هي تقعد معاكي فترة اطول يبقى انت دايما ايديكي تبقى فيها دايما. نزلنا بقى والحمد لله جوزي اوفى بوعده. اخدت البنات ونزلنا، وسبت ايلا عند عمتها بقى وقلت ايه هنطلق. بس والله تصدقوا انا ما حسيتش باليوم خالص، كنت زعلانه قوي قوي ان هي مش معايا بجد. يعني انا نفسي حد كان يقول لي ان اخر العنقود يبقى غالي كده، ما كنتش متخيله. انا بحبها حب يعني. طبعا الام بتحب كل اولادها وكده، بس انا بحبها حب البت ايلا دي. ما مش عارفه، بحس ان انا ما بتبقاش موجوده معايا في مثلا في مكان او بخرج واسيبها او يعني لا بحس حاجه كبيره قوي ناقصاني، وهي معايا ببقى مستمتعه ومتلذذه بعذابها معايا، فاهمين العذاب يعني اللي بتعذبهولي. دايما بقول للماما او كنتش اعرف ان اخر العنقود بيبقى غالي قوي كده. يعني كنت دايما اسمع المقولة دي بس ما كنتش مصدقاها بصراحة. يعني غالية عندي قوي، ربنا يخليها لي يا رب ويخلي اخواتها كلهم نور عينيا بصراحة. بصوا هنا هندا وياسين ابتدوا يلعبوا، وتيا انطلقت بقى كانت بقى لها كتير قوي ما خرجتش. والاطفال يعني بيحتاجوا الخروجات اللي زي دي، بيفضوا الطاقة بتاعتهم بصراحة. بس هو الواحد بتبقى مشاغل ومش قادرين نخرج ومش قادرين نعمل ولا اي حاجة اللي ننزل بيهم. بس لا هما بيبقوا بصراحة ملهمش ذنب في المسؤوليات اللي ورانا اللي بيخلينا نهمل ان احنا مثلا إيه نخرجهم وكده. بس انا بصراحة بحاول اعوضهم في البيت بحاجات كتيرة جدا. يعني انا بحاول في البيت بعوضهم عن حاجات كتيرة، وبعوضهم عن خروجات وان هما يلعبوا كده وبنلعب مع بعض سوا سوا في البيت، وبعمل لهم انشطة وحاجات كده على قد ما اقدر. بس لا الخروج بيبقى مهم قوي لتنفيذ الطاقة بتاعة الطفل يعني. بس ابتديت بقى ان انا العب انا وجوزي بقى. قلت له انت قلت لي ان انت هتعوضني عن الكلمتين اللي انت قلتهم لي الصبح وكده. ابتدى ان هو بقى يلعب معايا. لقيت لعبتين كبار يعني بتاع كبار شوية. وبصراحة يعني فرحت ان هم يعني يعني حاجة لا تذكر. يعني مثلا 10 دقايق، لا مش ال10 دقايق ده ب10 جنيه مثلا، النص ساعة فاهمين. فيعني وقفنا عبال ما العيال كانت بتلعب كنا احنا برضو بنلعب فاهمين. لا يعني انا لعبت لعبتين ب20 جنيه. لا والله على فكرة نادي الاطباء حلو وجامد قوي قوي في الحكاية دي. يعني بيوفر لك مكان لاطفال بيبقوا بيلعبوا وانتوا كمان ممكن تلعبوا يعني. يعني اشتيج عليكم في ال5 دقايق دول فاهمين. وطبعا انا اتغلبت يعني كالعادة، بتغلب في كل اللعب اصلا. بيبقى يعني بيبقى تركيزي اكتر مع البنات بيلعبوا، ما بيلعبوش بيتشاقوا بيلعبوا بطريقة كويسة او كده ما بقى مشغولة فاهمين. لكن يعني انا انبسطت ان انا لعبت بصراحة. هنا رحنا بقى على ترابيزة البينج بونج تقريبا. بينج بونج. اسمها بينج بونج. اه اسمها بينج بونج مش عارفة بينج بونج او اللي هو التنس طاولة. مش عارفة هي دي التنس طاولة ولا البينج بونج. المهم فقعدنا بقى نلعب وطبعا كنت بتغلب بس هو فهمني تكنيك اللعبة. ف يعني بس انا حاولت ان انا اغلبه. كان بيقول لي انت اصلا ماسكه المضرب غلط. بصوا انا بحاول استوعب ان انا كنت واقفه غلط وماسكه يعني، او كنت ماسكه المضرب غلط وواقفه غلط اصلا فاهمين. فابتديت انها يعني بس هو يعني لما تكوني بتتعلمي لسه اللعبه او يعني من اول وجديد وكده، فبتحسي لا ان انت متحمسه. كنت يعني بشوط الكرة بعيد او ما بعرفش ان انا اتلقاها فمين. وهو اللعبة دي عايزة تركيز وعايزة الهدوء التام. يعني عايزة الناس اللي اعصابها رايقة فاهمين.
فبس انا والله اتعلمتها بعد وقت كده، لا حبيت يعني حبيتها قوي. او قلت له كل ما نيجي هنا او على طول تجيبني هنا علشان نلعب اللعبة دي، حبيتها قوي قوي. دوبها على قول عباس. ايوه هي 1-0 الياسين. ماشي ماشي. يلا خلي نركز. خذوا بين ده تخش فيه. بص انت فتحت ازاي. ليه ما تحطش؟ لو مسكت ايدك تاني يا ياسين هتبقى مغلوب. لا خذوا بين. يا ولد امسك خلي بالك. 2-2. يلا يا هند ركز الصفر يا هند. برافو يا ياسين. اضرب يا هند يا ولد. يلا يا ياسين. اوبا سونا. اوبا بعد ما نلعب. نفس ياسين. اضرب اوعدك. اضرب 8-7. ركز يا هند ركز يا هند يلا. ده هو اللي كسب. هو اللي جاب دي. خلاص انت كسبتي المره اللي فاتت وهو كسبت المره دي. لا خلاص.